طلاب السادس وطلابنا الأحبة، كثير من عندكم يسمع عن مادة الأحياء ويشوفها صعبة وطويلة وحتى مملة أحيانا، بس اليوم ويانا شخص يخلي المادة تنحب وتنفهم مو بس تنحفظ. نرحب بالأستاذ كاظم قاسم، مدرس مادة الأحياء على منصة بصمة أكاديمي. أستاذ نورتنا. شكرا لكم وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الطيبة. سعيد أن أكون ضمن منصة بصمة، وسعيد أن أكون قريب من الطلاب بهاي الفترة المهمة. بداية أستاذ، عرفنا أكثر على حضرتك وشنو خبرتك وشلون كانت بدايتك مع تدريس بالأحياء؟ أنا من الأساتذة اللي اشتغلوا على توصيل المعلومة بشكل مبسط للطالب، وعملت بهذا المجال لتقريبا 12 أو 13 سنة، وقدرنا نوصل مستوى فهمي للطالب مهما كان مستواه. بعض الطلاب يفهم انه الاحياء انه حفظ مجرد درس، الحقيقه هي لا، انت لازم تفهم الاحياء. اشتغلنا على هذا المجال لمده حوالي 12 سنه، والحمد لله والشكر قدرنا نحقق نسب عاليه بفهم مستويات جميع الطلبه. أكيد كل أستاذ عنده أسلوب يميزه، فشنو اللي يخلي طريقة تدريسك مميزة ويخلي الطالب يرتاح بطريقتك؟ الاسلوب اللي نتبعه دائما بالدرس هو اسلوب المناقشه والسؤال، ومن خلال المقارنات والامثله من حياتنا اليوميه حتى الطالب يفهم الموضوع ويبقى بذهنه. وشلون الطالب يعرف الفرق بين الشرح اللي يحفظه وبين الشرح اللي يفهمه، خصوصا بالاحياء جاي تمشي بين الاثنين؟ الحفظ مؤقت، اما الفهم لا، يبقى شنو مركز بذهن الطالب. الحفظ وحده مو كافي، والفهم وحده ايضا مو كافي. احنا الفهم واجب منو؟ واجب الاستاذ، اما الحفظ فهو واجب الطالب. لازم الاثنين يكونوا سوا، يعني واجب الاستاذ انه يفهم الطالب، خصوصا اذا جاب له مثال من حياتنا اليوميه او يسرد له الموضوع على شكل قصه، بالتالي راح الطالب يكون سهل الحفظ. ايش راح يصير عند الطالب؟ راح يصير عنده المعلومتين، الفهم وحفظ. تمام استاذ، هسه ندخل شويه بماده الاحياء. هواي طلاب يسألون شنو أهم المواضيع الموجودة بداخل الأحياء خصوصاً بالوزاري؟ بالنسبة لمادة الأحياء هي تقريباً نفس المواد اللي أخذناها، بس الفرق أنه أنا عندي 5 أفصل بالسادس لازم أني أقرأ ال5 أفصل كلهن. أما كتركيز إحنا دائماً نركز على الفصل الأول اللي هو فصل الخلية، والفصل الثالث فصل التكاثر، والفصل الخامس فصل الوراثة. مو معناها أنه إحنا ما نعطي أهمية للفصل الثاني فصل الأنسجة أو الفصل الرابع التكوين الجنيني، لا، بس احنا نركز على الدرجة الأهم اللي احنا بعض الطلبة يريد مثلا مجرد نجاح، أو بعض الطلبة يريد 100 كاملة، فاحنا ننطيه كل المعلومات اللي تخص جميع هاي ال5 أفصل. أما كتركيز فيكون تركيزنا الفصل الأول اللي فصل الخلية، الفصل الثالث فصل التكاثر، والفصل الخامس فصل الوراثة. زين أستاذ، كلمة أخيرة للطالب المتوتر أو اللي يحس روحه تايه بهاي المرحلة. التوتر جدا طبيعي بالنسبة للطالب، بس لا تخليه يوقفك أو يأثر عليك أو على عزيمتك. اختار المدرس الصح والأستاذ اللي يوصلك إلى طريق النجاح وطريق 100. أنا دائما أقول لطلابي طريقك هو طريق 100، مو طريق النجاح فقط. وإن شاء الله ويا منصة بصمة أنت ما راح تندم. بخصوص الأسئلة الوزارية قبل شوية ذكرناها، أكو شيء يركزون عليه الطلاب اللي هي المرشحات؟ بشكل علمي نعم، نقدر نوجه الطلاب أو حسب أولويات معينة من خلالها أو من خلال الأسئلة المتكررة اللي تظهر بالوزاري. وهذا الشيء أنا أنطيه بدوراتي بشكل مرتب وبصورة حديثة. اعتمدنا هذا الأسلوب اللي طوال 10 سنوات، والحمد لله قدرنا نحقق نسب عالية من نجاح الطلبة كافة المستويات. انطيني نصيحة أو كلمة أخيرة للطلاب. بالنسبة للطالب يحتار، خاصة في ظل هاي التوهج الكبير من الأساتذة، وحقه. بس أنا دائما ايش أقول الطالب إنه يشوف الأستاذ مالته، يشوف الفيديو مالته، وراح يقدر يوصل للمدرس أو الأستاذ اللي يوصله إلى طريق 100. إحنا دائما نعتمد طريقنا وشرحنا هو نظام المناقشة وأسلوب الفهم اللي يوصل المعلومة للطالب، وقدرنا خلال هاي السنين احنا نحقق نسب نجاح عالية بشرحنا وفهمنا للطالب. ومن حقه قلنا انه يبحث عن الاستاذ قبل كل شيء.
شكرا جزيلا أستاذ كاظم على وقتك والنصائح اللي سمعناها. والطلاب نقول لهم إذا تريدون تتعاملون بهدوء وبطريقة ذكية، دورات الأستاذ كاظم موجودة اليوم على منصة بصمة أكاديمي. سجل وابدأ رحلتك بثقة. أشكر منصة بصمة على جعلي واحدا من أساتذتها، وأدعو جميع الطلبة للاشتراك في منصة بصمة، وراح تعرف تختار الأستاذ الصح اللي يوصلك ويفهمك المادة ويخليك على طريق 100، لأن ويانا ما نقبل غير 100. قام يروح وين أستاذ؟ مداخلة إن شاء الله إنه مدرس الرياضة يا محبوب أخذت 3 مرتين 3 مرتين وهيك حلويات.